الرسالة ديال الفيلم ملاك هي رسالة نبيلة واللي كتصب في واحد الموضوع مهم جدا، اللي هو أننا مؤخرا كنعطيو أهمية كبيرة للرقمنة والتكنولوجيا، ولكن كنغفلوا على الجانب السلبي ديالها، خاصة عندما كنستعملوا يعني الهواتف الذكية في مجالات شتى من الحياة، سواء السياقة سواء الدراسة، وهذا ما كيؤدي إلى حوادث مؤلمة في مجال السلامة الطرقية والحوادث. اكتشفوا الفيلم؟ طبعا يلا. فرجة ممتعة. شكرا طارق، وكنتمنى لك مشوار موفق. الا كنتي مازال باغي تعمل افلام طبعاً. اخرين، مسيره موفقه. شكرا. سعدة مزيان. الحمد لله. توسع. يا سلام، كي داز كل داكشي؟ شيء بخير. جاوبتي ناجح عليهم؟ 100%. شكرا الله يوفقك، جزيلا. تبارك الله الله عليك. يحفظك. بون كوراج. ميرسي. كنهنيه، يعني حاول انه في وقت وجيز من الفيلم يدوز الميساج كامل ويعاود لنا القصه دو ا زد. كما تبعتوا معنا، احنا كنعتبروا نفسنا كسفراء ولا صناع الامل في مجال السلامه الطرقيه من اجل الوصول الى زيرو حاله ديال حوادث السير. هل الامر اللي عبرت عليه في الفيلم ديالي ملاك، اللي كيتحدث على تمادي استعمال الهواتف الذكيه اثناء السياقه ولا اثناء عبور الطريق كراجلين، كل من عجبو الفكره ديالي يصوت عليا انا طارق بوبكر رقم 3.